ايه رأيكم بقى في النعناع الجميل ده؟ تيجي بقى نتعلم مع بعض النهارده ونشوف نزرعه ازاي لو ما عندكش ارض. طبعا زي ما احنا شايفين، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، النعناع جميل جدا جدا. هنتعلم مع بعض النهارده ان احنا نزرعه في ازايز، بترميها ازايز بيبسي، ازايز زيت، فاضي، زيت اكل عادي خالص، وتستغليها انك تزرعي فيها نعناع جميل اهوت. وفي نفس الوقت ممكن ان انت بتحطها على سور البلكونه وبتزيني بيها وبتديكي منظر اخضر جميل زي ما احنا شايفين. طبعا جمال النعناع والخضره الجميله دي. تعالي بقى نشوف كده مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد، بس يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. طبعا عشان تزرعي نعناع لازم يكون عندنا ايه؟ نعناع عشان نعرف نزرعه. ازاي بقى يكون عندنا نعناع؟ اشتري ربطة نعناع من السوق عادي جدا، وحطيها في كوباية مية زي ما احنا شايفين كده. كوباية مية وتحطيها على الحوض عادي خالص لمدة 3 أو 4 أيام. هتبص تلاقي بتعمل جدر أبيض زي اللي احنا شايفينه ده. هتعمل معاك جذور بيضة، تبقى كده ايه، وتبقى صالحة كده للزراعة وتمشي معانا في التربة بسرعة، وهتدينا نعناع جميل زي اللي احنا شايفينه ده. بتجيبي ازازة زي ما احنا شايفين وبتقصيها، او تاخدي الجزء الاسفل وبتخرميها من اسفل او من الجناب بمسمار عادي خالص، وبتحط فيها تربة. تربة عادية خالص من الشارع، مش هقولك بقى تجيبي تشتري بطمس من محلات الزراعة ولا الكلام ده، تربة عادية خالص من الشارع. وتحطيها في الإزازة. وبعد كده بتجيبي بترويها. وبعد ما بترويها طبعا بتجيبي النعناع اللي عامل جذور معانا، الجذور البيضة زي ما احنا شايفين، وبتحطيه بتغرزيه في التربة اللي معانا دي في الازاز طبعا. وبتحط كمان تزودي شوية تربة. وبعد كده بترويها تاني زي ما احنا شايفين. انا مش عارفة الكلام ماشي مع الفيديو ولا ايه، انا يعني معلش اعذريني لو الكلام مش ماشي مع الفيديو. وبتحطي التربة وبتروي، وبترصيها على سور البلكونة تاني كل يومين 3. المهم ان انت ما تسيبيش التربة ناشفة تحت النعناع لحد لما تشوفيه نعناع جميل كده وماشي ويدق معانا ويخضر. بترويه كل ما تلاقي التربة ناشفة، بتبدأي ان انت ترويه تاني. يا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.